السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي احسن حال. بحبكم في الله، بشكركم جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. اهلا وسهلا بكل حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة، كله يصلي على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. أنا وكل السامعين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا والله. النهارده بقى عايزة لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك، ولسه محطش لايك يحط، لسه ما كتبش كومنت يكتب كومنت بسرعه ويدعي لي دعوه حلوه انا وكل مشتاق. طبعا الفيديو النهارده مختلف شويه. ازاي اسماء؟ طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا يعني ايه، رحت كشفت كم مره وكده، والدكتور قال لي انت كويسه وكده. يعني هحاول محاولة كمان. وهروح عند دكتور تاني، هغير الدكتور. ده طبعا مش تشكيك في الدكتور الاول ولا تقليل منه ابدا، لا طبعا على راسي من فوق، لان دكتور محترم وشاطر، ولكن تجربة ان انا عايزة مثلا هغير الدكتور، يمكن لعل وعسى يبقى سبب من الاسباب. طيب دلوقتي شيماء انا قلت لها تعالي معايا، فهي بتلبس ومستنياني، فانا قلت اشارككم اليوم ده واقول لكم تدعوا لي برضو. ممكن سبب من الاسباب مع تغيير الدكتور دعوتكم، فتدعوا لي كده ربنا يرزقني ويكرمني انا وكل مشتاق يا رب. طبعا للي داخلين جديد معايا او اول مره يتابعوني، انا متجوزه بقالي سنه وشهرين تقريبا، ومعايا بنوته برضو عندها 11 سنة ونص، فما خلفتش غيرها. فان شاء الله ربنا يكرمني بقى، وبحاول اهو، وكله خير كله خير يا جماعة. وطبعا انا مؤمنة ان كل شيء بقدر الله وكل شيء بميعاد، وان الخلف ده رزق زيه زي اي حاجة رزق في الدنيا. يعني احيانا ربنا يدينا الرزق خلف، احيانا ربنا يدينا الفلوس رزق، احيانا ربنا يدينا زوج صالح رزق، احيانا ربنا يدينا اهل واخوات وعزوة رزق. فالرزق ده حاجات كتير قوي قوي متنوعة، مش دايما بناخد كل حاجة احنا عاوزينها، بس ان شاء الله كله خير. ودعواتكم ليا، ويلا بينا عشان ما تأخرش على شيماء، ومننسوش نحط اللايك، وما ارجع بقى ان شاء الله اقول لكم ايه اللي هيحصل. طبعا يا اخواتي سلمي عليهم شيماء الاول. على فكره انت وحشاهم، ناس كتير بتسالنا عليك. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه كده لايكات كتير على الفيديو ده، وربنا يا رب يرزق كده كل مشتاق، ويرزق الذريه الصالحه لكل اللي نفسه، يا رب يديله توأم، اللهم امين. الا انا يعني يديني واحد بس. انا برضو مش عايزه توأم. لا انت الهي ربنا يرزقك بتوأم. لا حرام عليكي يعني، ويكونوا 3 في بطن واحد. الله اكبر. بايه شخص بعد الشر؟ انا 3 ايه؟ طب بس ربنا بس يرزق بطفل بس او طفله. البنات ما فيش احسن منهم والله يا ولاد، كنينين. لا بص، اللي ما خلفتش بنات ما خلفتش والله، مفيش احسن من البنات. بس انا بقى يا جماعه معايا بنوته، فمش هتبقى فارقه معايا بقى تيجي بنوته يجي ولد بظروفها. اهم حاجه انا معايا بنوته، يعني خلاص فالحنيه اللي في الدنيا كلها، فاللي ربنا يرزق بيه بقى. ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك يا رب، وتشوفها احلى دكتوره في الدنيا يا رب يا رب. اشوف لها السعاده كلها يا رب. المهم يا جماعه، الدكتور مش بعيد عننا، يعني هو في منية النصر، يعني جنبنا في شارع المستشفى. الدكتور محمود عبد الرزاق، هتلاقوه عارفين. فاحنا هنروح نشوف الدكتور هيقول لنا ايه، وما نطلع برضه هقول لكم ايه اللي حصل وكده. ودعواتكم ويا مسهل يا رب لكل مشتاق. يا رب ربنا يرزق كل مشتاق يا اخواتي. طبعا كده ما تنسوش لايكاتكم وكومنتاتكم الجميله، دعواتكم لسومه
والكل مشتاق، اللهم امين. وطبعا على فكره يعني انا والله اول واحده كنت بشجعها، قلت لها تعالي نوديك لدكتور تاني وكده طبعا انا قايله لكم ان انا كاشفه قبل كده ومفيش حاجه، بس انا غيرت الدكتور، اما اشوف ده هيقول لي ايه. ربنا يسهل ان شاء الله. يا رب. في لبس ومحدش عايز لبس، انا بحب اتفرج انا وانا ماشيه. اسماء اختي يا جماعه ماشيه تتفرج على الهدوم وانا اشد فيها يا بنتي، يلا بحب يا اتفرج بنتي وانا توفرنا ماشيه على بصراحه. الدكتور، ماشيه اشد فيها يا بنتي. بصوا في كل حاجه بتموت في الهدوم. احنا حاجزين يا جماعه، يعني الحجز ما بنطولش في القعده بقى ان شاء الله، مش هنطول. فانا بحب اتفرج وانا ماشيه يعني كده، يمكن حاجه تعجبني كده يعني. هنشوف كده هنعمل ايه وهنرجع لكم تاني. وصلنا يا اخواتي، وصلنا. حظنا حلو يا جماعه. اسماء هي حظها حلو والله. لما جيت هنا المره اللي فاتت ما كانش في مكان ندخل، ما كانش في مكان نقعد. المره دي ما شاء انا الله وشي حلو. ماشي يا ريت. احنا اصلا كنا واقفين، ما كانش في مكان نقعد بجد، وكنا واقفين. شيماء كانت جت هنا و فربنا يسهل كده ان شاء الله. نشوف اما ندخل هنعمل ايه. خلاص يا جماعه طلعنا، اما اروح ان شاء الله كده ارجع لكم تاني. هتجيبي حاجه من بره يا شيماء؟ طبعا يا اخواتي انا روحت، لسه واصله حالا. شايفين الدبانه دي؟ لو اقول لكم ان الدبانه دي صديقه الكاميرا يعني ممكن، بس انا لاحظت حاجه يا جماعه، ممكن علشان بقوم فاتحه الاضاءه، فلو في دبانه في الشقه بتيجي على الاضاءه صح. اصلا ملاحظاها كل ما افتح كاميرا هتلاقي الدبانه دي بتيجي لي. طب اعمل ايه؟ هي بتجيلي بتسيب الشقه كلها وتيجي ورايا. المهم يا حبايبي، اللي لسه ما حطش لايك يحط، اللي نسى انا بفكركم، اللي نسى يحط لايك يحط لايك. فالمهم دعتولي ولا لسه؟ انزلوا في الكومنتات بقى تدعولي ان شاء الله خير. انا دخلت للدكتور، وبصراحة هو ما قاليش حاجة، يعني هو كشف عليا ماشي، هو كشف عليا، كشف عليا بس ما قاليش حاجة. ازاي اسماء كشف عليكم ما قاليش حاجة؟ هو كل اللي قاله لي ان شاء الله خير، بس تجيلي يوم الحد. احنا النهاردة يوم ايه؟ النهاردة الحد، يعني اقوله بعد اسبوع. النهارده الحد، فهو قال لي تجيلي يوم الحد الجاي، فتقريبا بعد اسبوع، لان طبعا الدكاتره بيبقى لهم مواعيد معينه كده بيعوزوا يكشفوا فيها، علشان تقريبا يتابعوا التبويض، او يعني بيبقى لهم نظريه معينه، فهو عايز يكشف عليا في يوم معين في الشهر، فاهميني؟ فهو قال لي تعالي لي يوم الحد ان شاء الله، وما تقلقيش ان شاء الله خير. وسألني بقى شوية أسئلة كده برضو جاوبت عليه، اللي هو انت خلفتي قبل كده؟ طب من كام سنة؟ طب ولدتي طبيعي ولا قيصري؟ طب جوزك مسافر ولا قاعد معاكي؟ شوية أسئلة برضو كده يعني سألني فجاوبت عليه طبعا. وسألني انت يعني الخلف الأول ده انت خدتي له علاج؟ خدتي منشطات ولا جه كده؟ لا قلت له كده من عند ربنا، ما خدتش علاج خالص قبل كده، ما خدتش منشطات خالص، ما خدتش الكلام ده خالص. سألني برضو البريد منتظم ولا لا. ف يعني مش عارفة بقى، فإن شاء الله خير. دعوة ليا ويا مسهل يا رب، والكل مشتاق طبعا، وإن شاء الله هطمنكم، أشوف هيقول لي إيه، هروح لهم الحد إن شاء الله وأطمنكم. بس كده يا جماعة، فدعوتكم ليا، لعل وعسى زي ما بقول لكم كده تغيير الدكتور، مع دعواتكم تكون خير، وكله بإيد ربنا في الأول والآخر، وأرزاق. وأنا عن نفسي راضية بكل شيء،
ولكن انا يعني بسعى برضو، لان انا زي ما خلفت وبقيت ام وعندي هاجر. فاللي هو برضو شريف من حقه ان هو يبقى اب ويحس الاحساس ده. فانا بعمل عشان خاطره والله، و- وعشان خاطر برضو يبقى انا من جوايا ما قصرتش، لان انا كشفت كم مره قبل كده بس عند دكتور تاني طبعا، وقال لي ما تجيليش الا وانتي حامل، فاللي هو انتي كويسه وكده. فبرضو انا عامله عشان خاطر شريف زي ما بقول لكم، من حقه يبقى اب وانا عايزه مثلا اخلص ضميري زي ما بقول كده، واكشف مره واتنين وتلاته واعمل اللي عليا، وكله بإيد ربنا في الأول والآخر طبعا. الدكاترة أسباب والدعاء أسباب وكل حاجة في الدنيا ده أسباب، لكن في الأول والآخر كل شيء بقدر الله، وأنا مؤمنة وعارفة كده كويس أوي. إيه فدعوتكم اتفضلوا معانا يا جماعة، قلنا نتعشى معاكم بقى بالمرة. استمروا من العشاء بتاعنا بقى ده يعتبر غدا وعشاء الاتنين. اتفرجوا بقى على سندوتشات الكبدة بتاعتي، يا سيدي يا سيدي. عملت معاهم شوية طحينة وسلطة بشطة بقى، تسلم ايدك يا السومة. مخلل. مخلل حماتك. هتقولوا ما تاكلوش على السفرة ليه يا اسماء؟ اقول لكم بقى مش مشكلة. دي بطاطس شريف والله. كل نصها على النار، شايفين الطبق ما عادش فيه حاجة، بسم الله. رش عليها فلفل اسود وملح. هتقولوا ما تاكلوش على السفرة ليه يا اسماء؟ انت صدقوا انا ما كنتش هصور اصلا يعني. بس انا قلت معاكم معايا بقى. طبعا الكلام ده بعد ما جيت من عند الدكتور. الله الله. نرمي السندوتش السندوتش متكلف. مليان كبدة على فكرة. ده كبدة بقري انا اللي عاملاها قبل ما اروح للدكتور على طول. السندوتش انا مليان ازاي. جايبين بقى الكايزر ده العيش الفينو بسمسم، بيبقى حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما بقول لكم كده، ايه ده غدا وعشاء بقى، لان احنا قعدنا بالليل يعني. بسم الله. ابدا منين؟ اكلك منين يا بطه؟ الله الله كبده وجمالها. الله ده الساعة بقت كتير أوي. ايه رايك يا شريف؟ لا تستنى دي بجد ولا حاجة. شريف كان بيقول لي اعملي مكرونه مع الكبده بصراحه، بس انا قلت له لا، انا زهقانه من المكرونه. على شرط النهارده الحد. النهارده الحد. هات البتاع ده حطه كده. النهارده الحد المفروض بيبقى عندنا سمك. فبيكلمني لما صحيت من النوم كده وهو راجع من الشغل، بقول له هنتغدى ايه يا اسماء؟ قلت له هنجيب سمك النهارده، مش مهم ملوش مكان. قلت له هنجيب سمك ما النهارده الحد. قال لي لا ماليش مزاج للسمك. المهم قلت له طب نعمل ايه؟ قال لي اعملي كبده ومكرونه. مالك حر؟ نار. حتة الشطة دي نار. قال لي اعملي كبده ومكرونه، فقلت ماشي. وانا بطبخ بقى كده ايه، قمت اعمل الكبده. ماليش مزاج للمكرونه بصراحه. هفين الشوق كده في سندوتشات الكبده اللي بنشتريها من بره، بتبقى بنفس الشكل. السندوتش اللي زي ده والله بجيبه ب25 جنيه. اخو ده نفس العيش ونفس الكبده اللي فيه ب25 جنيه. شوفوا بقى انا عملت بالنص كيلو كبده، كام سندوتش 7. وكلنا في البيت وعاملينه بايدينا برضو. عملت مع بطاطس. انت كلش طحينة ليه؟ شويه الطحينه دول بقى سيبها ما انا طايله، لا. خلاها في النص. شويه الطحينه كده
على السندوتش. العشق الطحينة دي، انتوا عارفين ان انا بحبها. اسماء بيجي عليها اوقات تقوم عامله طحينه وتقعد تاكلها بعيش حلو. ازاي يا بنتي تقول لي انا بحبها كده؟ ايه رأيك في أكلة المطاعم دي؟ مش تغيير على المكرونة أحسن؟ هو اي حاجه انت بتعملها سمعة عسل. يا سيدي لما يكون جوزك راضي عليك تسمعي كلام بدون أفعال. على اساس ما مش راضي عليك يا سمعة. انت مش هترضى عليا ليه وانا بزعلك عشان ما ترضاش عليا؟ مثلا هو انا بزعلك عشان ما ترضيش؟ عايزاكوا تدوقوا السندوتش ده وتقارنوا بره. ده هم ما يدقوش، ده قرارهم من الكاميرا. كلوا يا جماعة، قارنوا بقى، خدوا بق وقارنوا بين السندوتش ده والسندوتش اللي بره، هتقولوا أسماء أحسن. بس نمسك بره تلاقي طعم السندوتش حاجة تانية. هو دي زي بتاع بره بالظبط، بس ناقص تكة كده. معرفش بقى التكة دي في البهارات. كسر بخاطري على طول كده. الله يا بنتي يا سومة، تسلم ايديكي. تسلم ايديا على الشوط الطحينة اللي انا عامله. شريف اللي عمل الطحينة بصراحة. عمال عملت السندوتشات وعمل الطحينة. هو انا شبعت ليه؟ من اول سندوتش. مع اني كنت جعانة. ظابط تاني بس كده. الله. ياه، ايه ده يا ولاد؟ هو انا معدتي بقت صغننة؟ يلا يا جماعة نشوفكم في فيديو جديد. نشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، تكتبوا كومنت حلو ودعوة حلوة منكم. الله يسعدكم يا رب ويحقق لكم كل ما بتتمنوا، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. سلام.